لما انا ولينا بدأنا موضوع البودكاست ده، كان يمكن اصعب حاجة واجهناها ان احنا بس نقرر ان احنا نكومت ونشوب في ميعاد الحلقات وننزل الحلقات دي. مش انه احنا مش عارفين او ما عندناش الامكانية او خايفين على حياتنا او مش لاقيين فرصة ان احنا نحقق ده. الموضوع ما كانش في حاجة قهرية توقفنا. هي الفكرة بس كلها كانت ان احنا ناخد قرار ان احنا نبدأ. بعكس ناس زينا وقدنا، عندها احلام وطموح كثيرة، نفسها تبدأ حاجات كثيرة، بس هو محدش مديهم الفرصة لده، عشان بمنتهى البساطة كل واحد فيهم قاعد كل بيفكر فيه هو هيقدر ياكل النهاردة ولا لأ، هو هيقدر يعيش لبكرة ولا لأ. نسي يعني ايه مدرسة، نسي يعني ايه اهله بيتقتلوا قدامه، صحابه بيتقتلوا قدامه، ناس غاليين قوي عليه، وهو كان مطمن بوجودهم حتى لو ما فيش حاجة في الدنيا تطمنه. بيتقتلوا قدام عينيه. ف ازاي ده ممكن يبقى عادي؟ ازاي ده ممكن يبقى انا قاعد هنا، هما مش بعيد عني خالص، هما قريبين جدا، بس انا عايش حياة وهم عايشين حياة تانية خالص، او بمعنى تاني هم مش عايشين حياة المفروض يعيشوها. اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي يمكن بقاله اكتر من 700 يوم بيحصل قدامنا، واحنا شايفين اللي بيحصل، وحرفيا احنا عايشين في عالم موازي. يعني كل اللي بيحصل ان احنا بنتفرج على فيديوهات بشعة، بنشوف اشلاء في صور، بنشوف فيديوهات لصحفيين بيكفر اللي بيحصل. ومع ذلك انا بعد ما بقفل السوشيال ميديا وبعد ما بقفل الفيديو بكمل حياتي عادي جدا، بروح اصيف، بقابل صحابي، بنخرج، بنتفسح. فيمكن الموضوع صعب قوي كمشاهد، بس اللي احنا مش بنفكر فيه انه الناس دي عايشة الكلام ده يوميا. هم حرفيا بيتقصفوا، سامعين صوت الزنانات 24 ساعة فوق دماغهم. كل اللي هم قادرين يسمعوه صوت بطنهم من كتر الجوع، مش عارفين يسمعوا اي حاجة تانية، مش قادرين يفكروا في تعليم، في مستقبل، في احلام. يعني انا مش قادرة اتخيل ان في ناس في سني، يعني مثلا انس الشريف الصحفي اللي اتقصف واتقتل من حوالي شهر، كان من مواليد هو نفس سني، بس هو للأسف اتحط في واقع اجبره ان هو يقرر ان هو ياخد المسؤولية بتاعة ان هو يوصل اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. ومع ذلك موته ما اثرش في حاجة، ما يعني حتى اللي بيحصل بقاله اكتر من 700 يوم، وحتى مع المجهودات بتاعة الناس اللي جوه فلسطين ان هي توصل لنا الصورة، ده ما غيرش في الواقع الأليم بتاعهم. حاليا هم بيتجوعوا بطريقة ممنهجة، بطريقة مقصودة، مش ان الموارد ناقصة، لا احنا يعني هي الموارد بتتمنع ان هي توصل لهم، يعني بالزبط. حتى لو في حد بيحاول يوصلها لهم هي بتتمنع، فده مقصود، ده مش صدفة، ده مش ان في ظروف دولية بتحصل، مش انه حتى مثلا ما فيش اكل وشرب جوه البلد، لا هو فيه، بس بسبب ان احنا محاصرينهم، وان هما مقفول عليهم، وان الكيان مانع ان اي حاجة تدخل لهم كمساعدات، كاكل، كشرب. حتى السلع اللي جوه القطاع هم مش قادرين يشتروها، لانه اسعار الحاجات الاساسية اللي هي الاكل طبعا، يعني هم نسيوا اصلا اللحمة والفراخ والحاجات اللي زي كده. لا احنا بنتكلم بقى في رز عيش، حاجات تسد جوهم اصلا، اي حاجة تحسسهم ان هم بياكلوا. هم محرومين من كل ده، والسلع نفسها 4 أضعاف تمنها. يعني حتى لو هم جوه قادرين ان هم يجيبوا، هم او قصدي بمعنى اصح، حتى لو جوه في سلع تتشرى، هم مش قادرين يدفعوا حقها، عشان تمنها غالي جدا، عشان هم عددهم، هم 2 مليون حرفيا في مكان اقل من القاهرة، ومع ذلك هم مقفول عليهم في سجن
في بلد لوحدهم، حاسين ان هم ما فيش حد بيسبورت، لان هو فعلا ما فيش حد بيسبورت، ما حدش بيدخل لهم اي حاجه. محتاجين، عندهم نواقص من كل حاجه في الحياه، سواء كانت ادوات، سواء كانت اكل، حاجات تحاول تخليهم ان هم حتى يتعافوا من اللي هم بيشوفوه. يعني حتى دي هم مش عارفين تبقى متوفره لهم، او ان يبقى في مستشفيات كلها اتهدت، مدارس كلها اتهدت، ما بقاش في اي حاجه ممكن تخليهم ان هم حتى يعرفوا يكملوا يومهم. مش هقول حتى اسبوع او شهر، يكملوا اليوم بتاعهم. ومع ذلك بنشوف ان هم عندهم امل وعندهم صبر وواثقين ان ربنا هيخلصهم من ده، وعندهم تمسك ببلادهم. يعني هم حتى ما سمعوش للناس اللي قالت لهم خلاص امشوا وسيبوا البلد. هم لا، هم عندهم تمسك، دي ارضهم، مش هم المفروض يمشوا منها. بس ابسط حاجه، يعني انا بجد بتكلم حتى من ناحيه انسانيه، مش هكلمك حتى من ناحيه حق ارض. حق انسان انه ياكل وينام، يبقى ليه بيت، ما يبقاش نايم في الشارع. حتى وهو نايم في الشارع بيتقتل، الاب بيتاخد من وسط عيلته، الام بتتاخد وتغتصب، الاطفال بتتقتل. هو ده ايه في الانسانيه؟ ده الف ب انسانيه مش موجود. ان هم حتى ياكلوا ويشربوا مش موجود. هي الفكره كمان انه عائلات كامله بتتباد. هي اللي بيحصل ده اباده جماعيه في 2025. يعني انا مش قادره اتخيل ان احنا ما بنتعلمش اي حاجه من الماضي. يعني كل واحد بيشوف اللي بيحصل في فلسطين، هو عارف ان في حاجات زي كده حصلت ومقاسي حصلت. الظريف كمان انه اللي اتعمل فيهم كده هم اللي بيعملوا ده. يعني اليهود واللي هتلر عملوا فيهم هم اللي بيعملوا ده، وهم اللي بيعيدوا الزمن، بيكرر من اول وجديد. للناس برضو اللي ما تعرفش، كان في واقع أليم زي ده حصل في 1995 يعتبر، وصل لحد المدة دي، في اللي حصل في البوسنة، في مسلمين البوسنة، وان حصل إبادة جماعية ضد الشعب ده. كان نفس الوضع، مجاعات، مذبحة جماعية، اغتصاب للستات، قتل الأطفال، قتل الرجالة، نفس السيناريو. اللي حصل كمان انه الامم المتحدة قررت ان هي تاخد جزء من البوسنة، وقالت للناس اللي جوه البوسنة، قالت لهم احنا هننزع السلاح من المكان ده، والمكان ده الارض دي هتبقى محايدة، واحنا هنحميكم في مقابل ده من صربيا. الواقع طبعا زي ما انا وانتوا كلنا متوقعين، انه الناس دي اتنزع منها السلاح اللي كانت بتدافع بيه عن نفسها، وفي الاخر صربيا او الناس من صربيا وكرواتيا عملوا مجازر ضد شعب البوسنة وقتلوهم بالالاف. يعني تقريبا لحد دلوقتي في اكتر من 100,000 مسلم اتقتل في الحرب دي، وفي اكتر من معرفش كام بالظبط، بس في الافات برضو ناس لحد دلوقتي مفقودة. ومع ذلك الناس قالت لا خلاص، احنا تكريما للي حصل ده، وان احنا نفكر الناس، احنا مش عايزين نشوف البشرية بتتعرض لنفس اللي هم تعرضوا له. بيمشوا دلوقتي في مسيرة سنويا، في مسيرة سلام حوالي 100 كيلو، عشان نفكر الناس ويفكروا نفسهم انه اللي حصل في البوسنة ده ما كانش المفروض يحصل. ومع ذلك بقاله اكتر من 700 يوم بيتكرر في فلسطين بحذافيره، ويمكن بأسوأ كمان. نفس الوضع، التجويع مقصود، مجاعات، ناس بتموت من مجاعات، ناس بتموت من الحرب، ناس بتختفي قسريا او بيتقبض عليها. يعني مشاهد يمكن لو حد شاف المشاهد اللي حصلت في البوسنة واللي كان متصور، اللي هو وقتها كان يمكن ما حصلش حتى مجزرة بالشكل ده من ساعة الحرب العالمية الثانية. كانت البوسنة من الحاجات وجوه أوروبا، في قلب أوروبا، اهو بيكرر تاني عادي جدا، على مرأى من العالم، على مرأى مننا احنا كعرب، كناس بتشارك الناس دي في لغة، في عرق، في دين حتى.
بنتي كإنسانية كإنسانية. يعني كإنسانية حتى انت انسان مهتم بأيا كان. لو انت مهتم بحقوق الطفل، هل انت يرضيك اللي بيحصل في الأطفال هناك؟ لو انت واحدة بتدافع عن حقوق المرأة، هل انت شايفة ان المرأة هناك هي بتاخد حتى الحقوق الطبيعية؟ مش هقولك الحقوق اللي هي المفروض تاخدها، الحقوق الطبيعية. بتدافع عن الطبيعة وعن الأرض. هو كمية القنابل اللي بتترمي والأرض اللي يعني هي خلاص هي ما بقتش أرض أصلا صالحة لأي حاجة. هو ده يرضي حد؟ فأنا مستغربة ازاي في ناس يعني لحد النهاردة هي بتحاول ان هي تعمل نفسها مش شايفة اللي بيحصل، او ان هي ماشي. مش هقول ان كلنا هنقدر نعمل حاجة كبيرة توقف اللي بيحصل، بس حتى ان انت ابسط حاجة تعملها ان انت تتكلم، او ان انت تبقى بتأكد ان في حاجة مش صح بتحصل. ليه بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا؟ ليه بنشوف الفيديو بعد كده نسكب عادي، ولا كأن في حاجة، ولا كأن دي بني ادمين. احنا مش بنتكلم في ترابيزات، دول بشر. دي ناس عندها روح، عندها احساس، عندها مشاعر، كان نفسها تعيش حاجات، كان نفسها تحقق حاجات، كان نفسها تبقى عيلة. تخيل يعني انت حتى الحيوان ما سلمش. يعني الفيديوهات اللي بتاعت الناس الاسرائيليين اللي هم بينزلوا فيديوهات حرفيا كأنهم بيلعبوا GTA ولا بيلعبوا بابجي ولا بيستهدفوا كائنات حية، مش هقولك بشر بقى، بيستهدفوا كلاب، حمير، ايا كان، وينزلوها اللي هو ها شايفين احنا بنعمل ايه؟ احنا بنلعب اتاري، احنا بنلعب اتاري بناس حقيقية. ازاي قتل الارواح دي حاجة عادي، دي حاجة الواحد يتفرج عليها عادي. انا مش قادرة يعني انا بجد مش قادرة استوعب ان احنا ممكن نبقى بنصحى بنمارس حياتنا عادي، بتاكلي، بتشربي، بتنزلي شغلك، تشوفي صحابك، ودي ناس هي بجد هي مش ضامنة انها تقعد 5 دقايق كمان، هي مش ضامنة ان هي تفضل صاحية حية 5 دقايق كمان. المشكلة ان احنا تقريبا اقنعنا نفسنا ان احنا قرية، ده عادي، ان احنا العالم بقى قرية صغيرة كلنا مع بعض، والتكنولوجيا قربتنا من بعض والكلام ده. بس انا وانتي عايشين في عالم موازي عن ناس حرفيا على بعد ساعات مننا، لمجرد ان كل واحد شايف دي مشكلتهم هم، او مثلا او انا اعمل ايه؟ يعني انا شخص لوحدي اعمل ايه؟ اقدر ايه؟ اغير ايه؟ طب ما هو معلش في حاجات بسيطة يعني هو لو احنا جبنا على مر السنين، لو احنا بقى فعلا قررنا ان احنا نتعلم من الماضي بتاع البشرية، ونتعلم من اي حركة حصلت ضد الظلم، لو كل واحد كان قال انا مالي، انا يلا نفسي، انا ماليش دعوة، ما فيش حاجة في ايدي اقدر اعملها، ما كانش فيه حاجة اتغيرت. صح. مانديلا ده كان بني ادم واحد بقى الرئيس وحرر جنوب افريقيا رغم الظلم ورغم الفصل العنصري ورغم كل ده، هو قدر ان هو يعمل ده. طب الناس اللي هي مثلا بتقرر وتقول هي شايفة ظلم معين وبتتكلم، بس يعني انا شايفة اصلا ان النقلة بتاعة السيناريو بتاع اسرائيل، وان هي دلوقتي بقى في ناس في الغرب عارفة اللي بيحصل، وبالعكس ده هم اكتر صوتهم اعلى مننا بكتير. لا هو احنا فعلا لحد وقت قريب جدا كان الموضوع السيناريو هناك مختلف تماما عن الحقيقي. تماما محدش كان مدرك كمية الحاجات اللي اسرائيل بتعملها في الفلسطينيين، وده كله كان واصل للناس انه هم اصل حماس. محدش كان مقتنع ان بجد اسرائيل بتقتل الناس اللي ملاش اي علاقة باي حاجة، لحد ما في ناس كتير قوي كان عندها جراءة ان هي تصور من هناك وتوري العالم كله الحقيقي اللي بيحصل. فبدأ يبقى في ناس في الغرب لا هي مصدقة، هي عارفة، على هي فكرة شايفة بعينيها. هقولك حاجة كمان، هو اكتشلي في يهود بقوا ضد اللي بيحصل ده، ان هم شايفين ان دي حاجة معلش، يعني هم هناك صهاينة بيتكلموا ان دي ارضنا واحنا اليهود ودي ارضنا والكلام ده كله. لا معلش، طب ما في يهود اهو تانيين شايفين ان لا، هو ده مش من حقك ان انت تعمله بالزبط. يعني انت حتى لو دي ارض مقدسة بالنسبة لك، انت مش مفروض ان انت تقتل في بني ادمين عشان تقعد فيها. ايه ده اصلا؟
فكون ان يبقى لسه لحد هذه اللحظة في ناس بتطلع تقول اصل انا اعمل ايه، اصل انا عندي بلاتفورم معينة فدي عليها كونتنت معين. معلش، هو اي حد بيطلع دلوقتي بيبقى عنده بلاتفورم، المفروض يعني بيبقى عنده مسؤولية تجاه الناس اللي بتتفرج عليه. هو عارف انه اي حاجة هو هينزلها عنده هتأثر في الناس اللي هي بتتفرج عليه، لاني اكيد اللي عامل له فولو بيحترمه. فلو انا مثلا عندي values معينة، عندي قيم معينة، عايزة ان انا مأمنة بيها، هل طبيعي ان انا اشوف كل اللي بيحصل ده ضد قيمي وافضل ساكتة؟ يعني هل طبيعي ان انا ما استخدمش اي منصة انا يعني شغلي مثلا مدين المنصة دي، فانا اقدر ان انا اوصل صوتي واوصل القيم بتاعتي دي للناس اللي بتتابعني والناس اللي بتحب تسمعني؟ يعني انا كنت بقعد مع نفسي واقول طب هو انا لو مكان شخص زي ده، شخص مشهور، شخص شغال في الكورة، في الطبخ، في الانفلونسر، ايا كان، اقعد اقول كنت في اول فعلا الحرب بتاعت فلسطين المرة دي قلت ايه، طب ما هو يمكن هو فعلا عايز يبقى الكونتنت بتاعه في حاجة معينة. بس لما فكرت مع نفسي حسيت اللي هو ليه؟ يعني هو انت مثلا بتبقي ليكي توجهات معينة او عندك values معينة ما بتتكلميش فيها على منصتك، بتظهر، يعني اكيد بتظهر في كلامك، بتظهر في الحاجات في المؤسسات اللي انت بتدعميها، بتظهر برضو في الاماكن اللي انت بتروحيها. فليه ممكن انا اشيل مسؤولية عن حد انا عارفة ان هو يقدر يوصل اللي بيحصل ده، واقول انه لا هو مش مضطر ان هو يعمل كده؟ لا، هو معلش، هي دي ابسط حاجة هو ممكن يعملها، صح. دي اسهل حاجة هو ممكن يعملها، ان هو يسخر صوته ويسخر ويدي صوته للناس اللي ملهاش صوت. ولسه بندافع على الناس اللي مصرة ان هي تفضل متواطئة مع اللي بيحصل في فلسطين. يعني الواحد بيبقى فاكر اللي هو انا لو ما اتكلمتش انا ما عملتش حاجة، يعني انا ولا اخدت صف ده ولا اخدت الصف ده، انا سكت. ده حضرتك انت كده يعني انت كده بتساعد ضد الظلم. انا عارفه ان هو بالنسبه لك ممكن يبان اللي هو لا انا ما كده ما ساعدتش حد لان انا ساكت، بس السكوت ده ليه ثمنه، واللي بيدفع الثمن ده الفلسطينيين مش احنا. يعني لما انت تقرر ان انت تفضل ساكت بسبب سكوتك ده، انت قويت او ساعدت بطريقه ما اللي بيحصل في الفلسطينيين ويستمر، لانه عشان صوتهم مش هيوصل. بالظبط. هما مش محتاجين حاجة غير ان هما يتنقل اللي بيحصل فيهم، فيمكن حد يقدر يوقفنا، يمكن حد يقدر يساعدهم ويتدخل ويخلي ان التقتيل اللي بيحصل فيهم ده يتوقف. هما مش عايزين حاجة غير ان هما يعيشوا بجد، هما مش محتاجين اي حاجة غير ان هما ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. فما اعتقدش ان انت تتكلم عنهم او تنقل احتياجاتهم دي حاجة هتأثر فيك خالص او هتنقصك حاجة، بالعكس دي هتساعدهم. يعني معرفش، حاسه ان انت حتى ده ابسط من ان انت حتى تتبرع، يعني ده ابسط من ان انت حتى تقرر ان انت هتنزل تبقى تبع جمعيه او حاجه بتساعد ان هم يتجمع لهم فلوس او يتجمع لهم اكل ويوصل لهم او يعني حاسه ان انت مجرد تتكلم حتى مع اللي حواليك هيكون كافي ان انت توعي. يمكن انت مش قادر تعمل حاجة اكتر من كده، بس حد من اللي حواليك ده يبقى عنده سلطة او قدرة ان هو بجد يساعدهم. يعني شفنا نماذج ناس زي مثلا البنت اللي كانت شغالة في مايكروسوفت ابتهال، وهي بتتكلم في المؤتمر اللي عملته مايكروسوفت، وما خفتش على وضعها الاجتماعي، ما خفتش على شغلها اللي بيدخل لها دخلها، ووقفت ضد الظلم. وهي ما راحتش حرارة فلسطين ولا حاجة، هي كلمت ضد الظلم، وصوتها وصل للناس، وصوتها أثر في ناس كتير، وناس كتير قررت ان هي تعمل زيها، وناس كتير سابت شغلها عشان عارفة ان هو بيساعد الكيان بطريقة ما، سواء مباشرة او غير مباشرة. فمعلش، هو الرزق ده يعني في ايدك،
رزق في ايد ربنا. فهي ما فكرتش في كل ده، هي كل اللي هي فكرت فيه ان هي شايفة ناس بشر مسلوبة من كل حاجة، مسلوبة من حياتها، مسلوبة من حقوقها، مسلوبة من كل معاني الحياة، وقررت انه لا، ما تبقاش متواطئة بسكوتها على الظلم ده، ما تبقاش شايفة اللي بيحصل في فلسطين وشايفة اللي مايكروسوفت بتعمله عشان تساعد الكيان في ان هو يقتلهم، وقالت لا، انا مش انا ايدي مش هتبقى متلطخة بدم الفلسطينيين دول. انا كمان عايزه اقولك حاجه نيره، ان ممكن دلوقتي كل واحد قاعد في بيته حاسس انه انا مالي، انا دي حاجه بعيد عني، انا مفيش حاجه اقدر اعملها، ده مش مؤثر عليا في حاجه، الكلام ده كله. بس هو بمنتهى البساطه، هو انت مش ضامن، هو انت مش ضامن ان اللي بيحصل فيهم ده مش وارد يوم في الايام يبقى بيحصل فيك. فزي ما انت لو مكانهم هتحتاج ان حد يساعدك، او ان انت تحاول صوتك يوصل على امل ان حد يقدر يخرجك من ده، فحسن دي ابسط حاجه انت ممكن تعملها دلوقتي، ان انت تحط نفسك مكانهم، ان انت تشوف ايه اللي انت تقدر تعمله كواجب انساني بشري عشان الحرب دي تقف. او هي مش حرب، هي مجزره تقف، لان الحرب بتتقال لو رايح جاي، بس هي مش رايح جاي، هي مش رايح جاي. انا بتعامل مع ناس معاها عتاد وأسلحة، وأمريكا بتدعمهم بفلوس متلتلة عشان تفضل الإبادة ضد الناس دي، والتطهير العرقي والاستهداف المقصود والتجويع المقصود برضو، عشان مع ناس حرفيا مدنيين، يعني مع ناس معهاش ولا بتحارب بسلاح مماثل، ولا في دول تانية بتسابورت فهو الكفتين متساويين، لا خالص. دي إبادة ممنهجة ضد الفلسطينيين. معلش، انت لو انت قاعد في بيتك وجي حد خبط كسر عليك الباب وقال لك انا هاخد بيتك ده، هتبقى بنفس ذات السلبية اللي انت بتتكلم بيها وانت بتتكلم عن الفلسطينيين وبتقول انه هم طب ما يمشوا تحت الحيط، طب ما عادي، طب ما يروحوا في حتة امان. طب ما فيش حتة امان، يعني هو ما فيش مكان هيروحوه هيبقى فعلا امان. هو خلاص، هو باقي اصلا ايه؟ خلاص، ما هو ما بقاش حاجة خلاص بالظبط. يعني هو كل ما هيروحوا في مكان بعد شوية هيقولوا لهم لا معلش، اصل احنا المكان ده ما بقاش امان، روحوا بقى مكان تاني. ليه؟ هو انا ليه مضطرة ان انا اطلع من بيتي وحد يطلعني من بيتي بالغصب؟ والبجاحة بقى بتاعت الشخص اللي يجي يقولك ما اصل هو بيقاوم ليه. يعني ايه بيقاوم ليه؟ يعني ايه انتي حد يدخل عليكي البيت هتسيبيه هتقولي هتحطي له كوبايه شاي؟ يعني اتفضل، يعني اتفضل خد بيتي، خد اهلي، خد مش فاهمه بجد. يعني يمكن في الوضع اللي زي اللي بيحصل دلوقتي، يمكن اكتر حاجه احنا محتاجينها كبني ادمين ان احنا نحط نفسنا مكان الناس دي اللي هي مش بعيد قوي، الناس اللي هي انا لو المفروض ابسط حاجه احس انه دول انا كمان غير بقى الاجانب، لا انا بنتكلم نفس اللغه، فاهمينهم، عارفين وضعهم، احنا جغرافيا اقرب ناس ليهم، عارفه دينهم، عارفه معتقداتهم، نفس يعني انا مش يعني حتى مش عارفه ارتب الكلام واقول حاجه احس ان هو تدينا تفوقنا انه انا المفروض اعمل حاجه. يعني حاسه انه بجد يعني ابسط حاجه انت تقدر تعملها زي ما قلت، ان انت تتكلم مع اللي حواليك. لو انت عندك اي شكل من اشكال السوشيال ميديا، وتشيز تقريبا كلنا بقى عندنا دلوقتي، ممكن تتكلم. لو مش هتتكلم ممكن تشير فيديوز اللي بيحصل لهم. لو حد بيتكلم عن حقائق بتحصل هناك توعي الناس اكتر بيها، تتبرع، تنزل لو في اي نوع من انواع التطوع تعمله.
في فلسطينيين كتير جم هنا مصر. ففي حالات محتاجه مساعده، محتاجين مساعده، لان هم ستيل برضو مش عارفين لسه يعيشوا، وهم بيتعاملوا هنا في البلد كانهم اجانب، فبيدفعوا مبالغ اكتر بكتير في الدراسه، بيدفعوا ممكن ما يبقاش معاهم اكل، ممكن ما يبقاش عندهم مكان يقعدوا فيه. فانت فعلا لو الواحد عايز يساعد هيقدر يساعد، سواء هيساعد بان هو يوصل صوته للناس اللي حواليه، سواء ان هو زي ما لينا قالت هيتطوع في قضية ما تقدر ان هي توصل الحاجات دي. طب انت يا سيدي شاكك انه دلوقتي المعابر كلها مقفولة، فانا اي حاجة هتبرع بيها مش هتوصل لهم، ساعد الحالات اللي موجودة هنا في مصر، شوف ايه الحالات. وزي ما قلنا في الاول انه خلاص مش العالم كله بقى اوضه صغيره وكلنا بالزبط. عارفين نوصل لبعض. انت لو عايز توصل في مليون طريقه توصل للناس اللي هي بقت قاعده هنا في مصر، وتقدر ان انت تساعدهم بيها. في تقريبا كل واحد فينا في ناس حواليه عرفت ناس ووصلت لناس وممكن تجمع لها فلوس عشان تديها. فحاسه ان بجد اللي عايز يساعد هيعرف يساعد. بس اهم حاجه ان احنا ما نفضلش ساكتين، اهم حاجه ان احنا ما نفضلش قاعدين بنقول احنا لا بنتكلم ولا ما بنتكلمش فاحنا ما بنضرش حد والكلام ده كله. لانه لا، انت طول ما انت ساكت، طول ما انت مش بتعمل اي حاجه تساعدهم، انت بتضر ان هم يفضلوا في الوضع ده، بتضر ان هم ما يعيشوش حياه ادميه. واعتقد ان محدش فينا يكون حابب ان هو يبقى في الموقف ده. حابه بس اختم الموضوع، يمكن احنا مش جايين برضو عشان الناس اللي هتحس اللي هو انا ايه اللي في ايدي اعمله. احنا ما حررناش فلسطين لما اتكلمنا عنها، وانا ولينا برضو حتى لو واحد بس بيسمعنا، هو انا ده همي ان هو نفتح معاه موضوع. هدفنا انا ولينا ان احنا نتكلم في مواضيع صعب نتكلم فيها. كان الخطوة الأساسية عشان ما نحسش، حتى ما نحسش قدام نفسنا ان احنا منافقين، ان احنا نتكلم في موضوع بأهمية فلسطين واللي بيحصل في فلسطين والظلم اللي بيحصل في مع أهلنا في غزة. يعني أبسط حاجة ممكن ان احنا نقدمها ان احنا نوصل صوتنا ده ونوصل صوتهم للي حوالينا، لدايرتنا. حد غافل، يمكن حد غافل، حد كان مهتم قوي ومركز قوي، وبعد كده جه في وقت حاسس ان هو خلاص اتعود على كميه الارقام وكميه الوفيات وكميه الناس اللي بيحصل لها حاجات، وخلاص غصب عنه. ما هي حاجه نفسيه بتحصل ان انت غصب عنك خلاص بتنورمالايز الموضوع. يمكن هو الشخص اللي سمعنا ده كان محتاج ان هو بس يصحى، كان محتاج ان هو يسمعنا فيدرك ان لا، دي حاجه مستمره، دي مش حاجه كانت وقت وخلصت. لان للاسف ناس كتير قوي كانت مقاطعه مثلا، او كانت واخده موقف وبتشير وكده، ومع الوقت هي اتعودت فبقت خلاص اللي هو رجعت ما تقطعش او فانا بس يعني نفسي ان اي حد يسمعنا يقعد يفكر مع نفسه، يحسب هو لو مكان الناس دي كان يبقى حابب الناس اللي بره تعمل ايه. لو هو بايده 1% ان هو يعمل حاجة لصالح حد، حيوان، انسان، طفل، انه يبقى عايش عيشة احسن، انت حابب تعمل ايه عشان تساعد في ده؟ لو انت برضو محتار ومش عارف ازاي تساعد، في منظمات كتير جدا ممكن تروح اسأل انتوا محتاجين ايه، محتاجين حد يتطوع، طب محتاجين فلوس، طب محتاجين ايه. حاجة لذيذة مثلا انا ولينا بنعملها او انا واصحابي، احنا بنسأل بعض اتبرعتي الشهر ده؟ طب لو ما اتبرعتيش طب هاتي بقى فلوس، انا عارفة حد محتاج حاجة. فعادي، احنا دلوقتي سهل، احنا يعني في جيل عندنا اكسس لكل حاجة. لو عايز توصل حاجة معينة تقدر توصلها. الفلسطينيين مازال لحد هذه اللحظة بيدخل لهم عادي فلوس، هم عندهم سلعة بس غالية جدا، محتاجة مساعدة، محتاجين ماديا دعم. لو انا مش هقدر ادخل لهم وافتح عليهم الحصار، لا خلاص، طب احاول بقى اوصل لهم صوتي، احاول اوصل لهم فلوسي، احاول اوصل لهم اللي هي مش فلوسي، هي طول ما هي مش رايحة لمستحقيها هي مش فلوسي. يعني انا حرفيا مش قادرة يعني اتقبل فكرة ان انا عندي كل الامتيازات دي، عايشة في سلام، عايشة في هدوء،
وعندي الفرصه ان انا احلم وافكر واتضايق كمان لما ما اعرفش اعمل حاجه انا نفسي اعملها. وهم حرفيا يعني كل اللي في بالهم انه انا نفسي اعيش لبكره، نفسي اكل لقمه، نفسي انام شبعان. انت عارفه ان احنا ممكن نتضايق لو دخلنا في كافيه او في مطعم او whatever وكلنا حاجه ما والاكل كانتش- مش سخنه قوي مملحه زياده، الكوفي ما كان طعمها محروق مثلا، دي ناس هي بجد او هي صيفت عايزة مره عيش. او مرتين بس في السنه يعني. دي ناس عايزه عيش بس هي عايزه بس وجع بطنها ده يهدى، الصوت اللي هم سامعينه ده يهدى، هم عايزين يناموا، هم مش عايزين بجد اي حاجه غير ان هم يعيشوا. فليه يبقى في يوتوبيا بالشكل ده؟ انا عايشه في عالم موازي وهم عايشين في عالم تحت الارض حرفيا. ف يا ريت لما كل ما تحس ان انت بدأت او انتي بدأتي تنسي القضية او تنسي اللي بيحصل، او يبقى صوتك يبدأ يوطى، او ما تبدأي ما تتكلميش عن الموضوع، تفكري نفسك ان دول بشر وان هم من حقهم يجيلهم نفس الحاجات اللي بتجيلك. يمكن حد اصلا عنده بوتنشال اكتر مني ومنك، ومع ذلك هو مش قادر يعمل اي حاجة في حياته بسبب الحصار وبسبب الإبادة اللي بتحصل ضدهم يوميا بشكل يومي. هم يعني في مشاهد انتي لو فكرتي فيها، فيديوهات معينة احنا بنبص عليها بنقول يا ده وضع سيء قوي، بس ده 1% من اللي هم بيمروا بيه، يعني ده اللي بيوصل. فما بالك بقى من اللي ما بيوصلش، من اللي ما بيتوثقش، من الألم اليومي اللي هم متعرضين عليه، لدرجة ان خلاص يعني كل همهم في الكون انا عارف ان انا رايح اتقتل، وعارف ان انا ممكن مرجعش البيت، بس انا رايح اجيب لقمة لاخواتي ومامتي وبابايا. واحد تاني هو خلاص نسي التعليم وساب التعليم لان في حاجة تانية اهم، في بيفكر هينام ازاي، هياكل ازاي، هيشرب ازاي، واحدة بتفكر ازاي تأكل ولادها. يعني مش قادرة اتخيل ان احنا دلوقتي عارفين ان في ناس في سني وسنك وعندهم احلام وعندهم امال ومش قادرين يعملوها، ومسجونين حرفيا مسجونين، ولا هم قادرين يطلعوا، ولا هم قادرين يعيشوا جوه، ولا قادرين يعملوا اي حاجة. ف حتى فكر في نموذج واحد بس من الفيديوهات الكتير جدا اللي يعني انا مثلا الولاد اللي كانوا نايمين في خيمة، يمكن كان في بداية الحرب شوية، كان في ولاد نايمين في خيمة في الارض مليانة طين ونايمين. انا مش عارفة ازاي هما نايمين كده، انا كمي بيتبل بمية بروح اغير لبسي كله، حس ان انا مش قادرة انام، مش قادرة اقعد بالبلل ده. فما بالك ده واحد قاعد في عز البرد، هو اطفال عندهم مثلا على اكبر واحد فيهم ما يكملش 5 سنين، وقاعد في الطينة في حتة خيمة مش مغطياهم حتى يعني. ف اولا يعني الحمد لله نحمد ربنا على النعم اللي احنا غارقانين فيها واحنا مش عارفين او بننسى، بس حرام يعني حرام ان احنا نشوف كل الكلام ده ونبقى مستخسرين حتى نتكلم، مستخسرين نقول لاصحابنا، نقول لهم شفتوا اللي حصل، نوريهم حاجات، نشير على السوشيال ميديا. دي ابسط حاجة. والناس اللي بتقول ان المقاطعة مش بتأثر، حرفيا ماكدونالدز و ستاربكس والشركات الكبيرة دي نزلت ما يثبت انه المقاطعة مأثرة فعلا على يعني الدخل بتاعهم، وان برانشز كتير قفلت في حوالين العالم. فلا هي بتأثر، الحاجات دي بتأثر. فزي ما بقول ما تستتفهوش اي عمل انتي تقرري تعمليه ضد الظلم مهما كان انتي مين. كل واحد بقى ومقدرته، والله عندك الامكانيه ان انت تساعدي اكتر ساعدي، ما عندكيش وابسط حاجه تقدري تعمليها ان انت تتكلمي وتوعي الناس اللي حواليك وتوعي الناس اللي عندك على السوشيال ميديا و خير وبركه. طب مش ما عندكيش الامكانيه ان انت تصوري او تتكلمي، اعملي شير للحاجات اللي بتحصل. ففي 500 طريقه ان احنا نقدر نساعد بيها. يمكن دي بس فتح كلام كده انا ولينا قررنا ان احنا يعني دي ابسط حاجة نقدر ان احنا نعملها. وربنا يفك اسرهم بجد يعني. يا رب يا رب.
شكرا لحسن شكراً. استماعكم. شكرا ليكم، ونتمنى بجد ان انتوا يعني الكلام ده يخليكم فعلا تحاولوا تعملوا اي حاجة، او لو حد بيعمل حاجة يوعي اللي حواليه ان هو يعملها. شكرا.